في يوم السبت 25/5/2024 حبيبة اللي في الصورة دي غيرت هدوم البيت اللي كانت لابساها ولبست هدوم جديدة تناسب المشوار المهم اللي كانت رايحاه، وفعلا كانت مبسوطة جدا. وعلى طول بعد ما غيرت هدومها خرجت من بيتها وركبت الموتوسيكل ورا الشخص اللي كانت خارجة معاه وراحوا مشوارهم. بس الغريب فعلا ان المشوار ده خلص في دقايق قليلة وما كملش الساعة الواحدة، والاغرب من كده ان الشخص اللي حبيبة كانت خارجة معاه رجع من المشوار ده من غيرها. اما الاغرب بقى من كل ده فهو البلاغ اللي وصل لقوات الامن في نفس اليوم من واحد من الاهالي بالعثور على بنت مرمية جنب شريط السكة الحديد في منطقة معينة. طيب هي مين بقى حبيبة؟ ومين الشخص اللي راحت معاه مشوارها؟ وايه موضوع المشوار ده اصلا؟ او كانت رايحة فين؟ وايه اللي حصل معاها بالظبط؟ وايه اللي حصل بعدها؟ خليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. أصدقائي متابعين سندوتشات رعب في كل مكان، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. قصة النهاردة أحداثها بتدور يوم السبت 25/5/2024 وتحديدا في قرية اسمها قرية العدوى تابعة لمحافظة الفيوم، لما حصل المشهد اللي عرفناه في المقدمة. بس عشان نشوف الصورة كاملة تعالوا نرجع لورا كام شهر، لما كانت حبيبة اللي في الصورة دي اللي عندها 15 سنة ولسه طالبة في سنة تالتة إعدادي عايشة مع والدها ووالدتها وإخواتها في بيتهم الموجود في قرية العدوى. حبيبة كان معروف عنها إنها بنت محترمة جدا وكله بيشهد لها بأدبها وأخلاقها، ده غير كمان إنها من حفظة القرآن في القرية، وكانت بتساعد الأولاد اللي سنهم صغير الموجودين في القرية على حفظه بدون أي مقابل. ومش بس كده، ده كمان أي واحدة من معارفها أو قرايبها زي جدتها مثلا الست الكبيرة اللي كانت حبيبة مخصصة لها جزء من يومها بتقعد معاها فيه وتحفظها منه اللي تقدر عليه، وتقرا لها كمان كذا سورة بناء على طلب الجدة نفسها اللي كانت بتحب جدا إنها تسمع القرآن بصوت حفيدتها حبيبة. وعلى فكرة مش بس الجدة لوحدها اللي كانت شايفة ان صوت حبيبة في التلاوة جميل جدا، ده حتى القائمين على مسابقة القرآن الكريم في القرية بتاعتها والقرى المجاورة ليها كرموا حبيبة في شهر رمضان اللي فات على حفظها للقرآن وعلى صوتها الجميل في تلاوته، والصورة المعروضة دي تم التقاطها ليها في يوم تكريمها. اما بقى بالنسبة لوالد حبيبة فهو اسمه حمدي وعنده 58 سنة تقريبا. بعض المصادر بتقول انه شغال مزارع والبعض التاني بيقول انه مبيض محارة، فممكن يكون شغال الاتنين. بس بشكل عام يعني دي معلومة مش هتفرق معانا كتير، بس اللي هيفرق معانا ان حمدي ده راجل صعب شوية عكس بنته حبيبة اللي وشها بشوش ولينة في التعامل مع الناس. والدها حمدي للأسف شخصيته شكاكة شوية وعصبي وصعب ان حد يعرف يتناقش معاه او يقنعه بغلطة هو غلطها. وطبعا الصفات الصعبة اللي فيه دي انعكست بشكل قوي على اقرب الناس ليه، وخصوصا على علاقته بمراته اللي هي والدة حبيبة، وكمان على حبيبة نفسها. علاقة حمدي بمراته كانت علاقة حادة شوية والتفاهم فيها نوعا ما صعب، ودايما كان شايف انه طالما عايز ياخد قرار معين مهما كان القرار ده مصيري فما ينفعش حد يناقشه فيه او يحاول يصحح له. والكلام ده ظهر جدا في الشهور الاخيرة لما حمدي قرر انه ياخد قرار مصيري لابعد درجة، والقرار ده هو انه يبيع البيت اللي قاعد فيه مع عياله ومراته ويروحوا يسكنوا بالايجار في شقة تانية او في بيت تاني. وكان الدافع ورا القرار الصعب ده ان حمدي كان عايز يجوز ابنه الكبير اللي هو اخو حبيبة، وفي نفس الوقت مش معاه فلوس ولا اي حاجة تاني يبيعها غير البيت اللي ساكن فيه مع عياله. واللي حصل وقتها ان مرات حمدي اللي هي والدة حبيبة اعترضت على القرار ده معارضة شديدة ورفضت رفض قاطع ان البيت يتباع ويطلعوا منه على بيت تاني ايجار. وطبعا لان حمدي مش بيحب ان حد يناقشه في قراراته وان طالما خد قرار ما ينفعش حد يرجعه منه، حصل بينه وبين مراته مشادة كلامية او خناقة انتهت بانها لمت هدومها وراحت قعدت عند بيت اهلها. ومن اللحظة دي بقى تبدأ مرحلة عائلية جديدة في حياة حبيبة اللي لقيت نفسها فيها عايشة في بيت مفكك وجو كله خلافات ومشاحنات. بس عايزك تعرف ان برغم ان حبيبة لسه سنها صغير والمفروض ان عقلها لسه مش كبير بالشكل الكافي انها تحل خلافات عائلية، لكن فعلا البنت كانت بتحاول. وبرغم محاولاتها الكتير للأسف الشديد كل محاولاتها كانت بتفشل بسبب رفض والدها اللي هو حمدي لأي مقترح كانت البنت بتقترحه عليه ممكن يقربوا من والدتها او يرجعهم لبعض مرة تانية. وعايز اقولك كمان ان مش بس حبيبة اللي كانت بتحاول، ده في ناس من كبار اهل البلد حاولوا انهم يصالحوا حمدي على مراته اللي هي والدة حبيبة وعملوا معاه المستحيل، لكن للاسف هو اللي دايما كان رافض انه يتصالح معاها ورافض انها ترجع له البيت. ولما حبيبة لاحظت ان الخلل عند والدها وانه فعلا مش عايز يحل المشكلة بدأت انها تطلب منه انها عايزة تروح تعيش مع والدتها، لكن هو كمان بدأ انه يرفض طلبها. والموضوع فعلا كبر لدرجة انه اتطرح في واحدة من المجالس اللي عملوها عشان
عشان يصالحوه مع مراته. لكن اللي حصل وقتها ان الاب اعلن رفضه بشكل صريح في جلسة الصلح دي، انه مش عايز صلح، وقال بالحرف ان بنته مش هتعيش في اي مكان تاني غير بيته ولو على جثته. وطبعا بالكلام ده هو خلاص قفل الباب تماما على اي محاولة صلح تانية، وعلى اي محاولة او طلب ان حبيبة تروح تعيش مع والدتها. بس عايزك تعرف برضو ان برغم كل ده حبيبة ما استسلمتش ولا يئست لحظة واحدة انها تطلب من ابوها يصالح والدتها ويرجعها البيت تاني. وكانت كل يوم تفتح معاه الموضوع وتلح عليه. وحرفيا البنت كان حلم حياتها ان بس والدتها ترجع البيت وتعيش في عيلة عادية مع ابوها وامها. ومع رفض والدها المتكرر كانت بتروح تطلب من باقي الاهل والجيران والقرايب انهم يكلموا والدها ويحاولوا معاه يمكن يسمع لحد منهم، لكن ببالغ الاسف ما كانش فيه فايدة. واحيانا كان بيحصل عكس النتيجة اللي هي مستنياها، وتتفاجئ ان والدها بيتخانق معاها هي بسبب الحاحها عليه في الموضوع ده، ويستمر الوضع على ما هو عليه لحد ما نوصل لمشهد البداية. في يوم السبت 25/5/2024 تتفاجئ حبيبة اللي في الصورة دي بوالدها داخل البيت عليها وبيقول لها تعالي معايا عشان نروح نجيب ماما، وقام مستنيها بره البيت. وطبعا انت مش محتاج اقولك هي فرحت قد ايه بالست كلمات دول، وقامت طايرة من مكانها بسرعة وداخلة على اوضتها وغيرت هدوم البيت اللي كانت لابساها ولبست هدوم جديدة تناسب المشوار المهم اللي كانت رايحاه. وفعلا كانت مبسوطة جدا، وعلى طول بعد ما غيرت هدومها راحت بسرعة ناحية الباب عشان تخرج. وفي اللحظة دي بقى شافتها جدتها اللي هي والدة والدها اللي قاعدة معاهم في البيت، وحبيبة بتحفظها قرآن. وقامت سألة حبيبة انت رايحة على فين؟ وعلى حسب وصف الجدة حبيبة ردت عليها بابتسامة ملائكية وقالت لها هجيب ماما مع بابا وراجعين. وبعدها قامت حبيبة خارجة من الباب وركبت الموتوسيكل ورا والدها واتحرك بيها. بس الغريب فعلا ان المشوار ده خلص في دقايق قليلة وما كملش الساعة الواحدة. والاغرب من كده ان والد حبيبة رجع من المشوار ده من غيرها، وبالتحديد اكتر رجع لوحده. واول ما دخل البيت لقي والدته اللي هي جدة حبيبة قاعدة مستنياهم يرجعوا ومعاهم والدة حبيبة. لكن اتفاجئت بابنها حمدي اللي هو والد حبيبة داخل عليها البيت لوحده. ولما سألته هي فين حبيبة اتوتر واتضايق جدا وقعد يصرخ فيها ويقول لها انه خلص على حبيبة وريح الناس كلها. وساعتها طبعا الجدة اتصدمت من الكلام الغريب اللي قاله وبدأت انها تصوت غصب عنها، وموقفهاش عن الصوت ده غير صدمتها الاكبر لما لقيت ابو حبيبة اللي هو ابنها بيطلع سكينة معاه متلطخة بلون احمر وبيقول لها انها لو ما سكتتش هيعمل فيها دلوقتي حالا زي ما عمل في بنته. وطبعا وقتها قامت حاطه ايديها على بقها وكتمت صوتها بالعافية، وهو قام فاتح باب البيت وهرب لمكان محدش يعرفه. واللي حصل بعدها ان خلال دقايق او ساعات قليلة يوصل بلاغ لقوات الامن في نفس اليوم من واحد من الاهالي بالعثور على بنت مرمية جنب شريط السكة الحديد في منطقة معينة، وتحديدا في منطقة نجع جويلي التابعة لقرية العدوى في الفيوم. وعلى طول توصل قوة امنية لمكان البلاغ وتتأكد من صحة الواقعة وانها بنت في العقد الثاني من عمرها، وبالتحديد اكتر هي نفسها حبيبة اللي عندها 15 او 17 سنة، لكن ما كانش معاها اي اوراق شخصية او اي حاجة تثبت هويتها، ده غير اللي كانت متعرضة له في رقبتها واجزاء مختلفة منها باستخدام سكينة. واللي حصل بعدها ان خلال ساعات قليلة بعد ما قام فريق بحث بجمع المعلومات وعمل تحريات مع اهالي القرية يقدروا انهم يحددوا هويتها ويعرفوا انها حبيبة. ويقوم رئيس مباحث مركز الفيوم بعمل استدعاء لوالد حبيبة اللي اسمه حمدي وعنده 58 سنة، وده عشان يسأله عن بنته. لكن رجال المباحث يتفاجئوا بعد وصولهم لبيته انه مش موجود، وما يلاقوش في البيت ده غير والدته اللي هي جدة البنت اللي اول ما سألوها عن ابنها حمدي قامت مبلغة عنه واكدت ان هو اللي خلص على بنته، وقامت حكت لهم اللي حصل بالتفصيل، واختتمت كلامها معاهم بالترحم على حفيدتها حبيبة اللي كانت بتحب انها تقعد معاها وبتحفظها كتاب ربنا. وطبعا اللي حصل بعد الكلام الكبير اللي جدة حبيبة قالته انها وفرت شغل كتير جدا على رجال المباحث اللي بقوا عارفين هما بيدوروا على مين، وبدأوا انهم يشتغلوا على تتبع حمدي وتحديد مكانه. وفعلا بعد ساعات قليلة كانوا قدروا انهم يحددوا مكانه بدقة ويعرفوا انه مستخبي عند واحد من معارفه، وعلى طول تطلع قوة امنية وتقدر انها تقبض عليه، وكمان يلاقوا معاه السكينة اللي استخدمها في الواقعة، وبشكل عاجل يتحول للتحقيقات
ويقول فيها كلام غريب جدا. ملخص اللي حمدي قاله هو انه عمل عملته دي عشان ينتقم من مراته، وقال ان الشيطان صور له بنته حبيبة على انها مراته اللي غدرت بيه لما عرفت انه اعلن عن بيع البيت، ورفضت انها تعيش معاه في شقة ايجار برغم انها عارفة انه هيبيع البيت عشان يجيب فلوس لجوازة ابنه الكبير، وانها سابت له البيت وراحت عاشت مع اهلها. وقال كمان انه راح اشترى سكينة وقام متجه لبيته وطلب من بنته انها تغير هدومها عشان هتروح معاه مشوار مفاجأة. وساعتها البنت فرحت وافتكرت انهم هيروحوا يجيبوا والدتها، وقامت راكبة وراه الموتوسيكل وطلع بيها. وفجأة وهم ماشيين في الطريق قام وقف بيها في منطقة ما فيهاش اي سكان او اي حد معدي، وطلب منها انها تنزل عشان الموتوسيكل عطل بيهم. وفعلا قامت حبيبة نازلة، وقام هو جاي من وراها وراح مغافلها بالسكينة وداخل على رقبتها وهو واقف وراها. واللي حصل وقتها ان البنت انتبهت للي بيحصل وبدأت انها تمسك ايده، راح مديها بالسكينة بسرعة كذا مرة في اماكن مختلفة لحد ما البنت انهارت منه ووقعت على الارض في نفس اللحظة وهي نازل منها شلالات حمراء. وقام سايبها وهربان على البيت بسرعة وهو عامل نفسه مش عارف اي حاجة عنها وفاكر ان محدش يعرف انها خرجت معاه. بس اللي حصل بقى انه اتفاجئ اول ما دخل البيت ان امه اللي هي جدة البنت اللي شافتها وهي خارجة بتسأله عن حبيبة، وساعتها التوتر اللي كان فيه اتمكن منه وبلغها باللي عمله، فاتفاجئ بيها بتصوت. اما هددها بالسكينة اللي كانت لسه في ايده وهرب من البيت بسرعة وراح استخبى عند قريبه اللي اتمسك عنده، وكان قايل له انه بس متخانق مع والدته. وخلال ساعات اتفاجئ بضباط المباحث بيخبطوا على الباب وبيمسكوه. بس هل دي كده كل حاجة فعلا؟ للأسف لا، لسه في تاني. في كلام اتقال في بعض الصحف ان والد حبيبة قال انه خلص عليها بسبب شكه في سلوكها وانها على علاقة غير شرعية ببعض الشباب وبتتكلم معاهم في التليفون، وده خلى الشيطان سيطر عليه ووسوس له ان سيرته هتبقى على كل لسان، خصوصا انه عايش في قرية ريفية. بس هل بقى هو قال في الاول الاعترافات اللي قلناها وبعد كده غير كلامه وقال السبب التاني ده ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف بصراحة. بس اللي حصل بعد ما قال السبب التاني ده انه تحول للنيابة اللي قررت استدعاء طبيب شرعي عشان يعمل تقرير كامل عن حالة البنت، ويتم الإعلان يوم 18/7/2024 إن نتيجة تقرير الطب الشرعي إن البنت عذراء ومفيش حد لمسها، وإن ادعاء والدها ده ملوش أي أساس من الصحة. ويقرر قاضي المعارضات في محكمة الفيوم الابتدائية استمرار حبس المتهم 45 يوم تاني لحين تحويله لمحكمة الجنايات. دي كده كانت كل حاجة عن حبيبة اللي رحيلها عمل حالة كبيرة من الحزن لكل أهل قريتها وكل اللي يعرفوها. الحلقة دي أنا مش لاقي اي تعليق يناسبها بصراحه، وكون ان اب يعمل كده في بنته وبالشكل ده فدي اصلا مصيبه كبيره لوحدها ومفيش اي كلام يقدر يوفيها حقها. يا ريت يا جماعه اللي يوصل لهنا ضروري يدعي الحبيبه في التعليقات بالرحمه ولوالدتها بالصبر، وما تنساش اللايك بتاعك لو حابب ان غيرك يعرف قضيتها. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامه.